لما ملايين المستخدمين بيشتكوا من سوء الخدمة، ولما الأسعار تعلى بدون تحسن فعلي، ولما السرعات ما بتوصلش كاملة، ولما أغلبية الشعب يكون بيشتكي من نظام الباقات الغير عادل، ولما شركات الاتصالات كلها بتأجر من شركة واحدة بس وهي المصرية للاتصالات. وإزاي بعد الفضائح اللي كشفناها الحلقة اللي فاتت عن المصرية للاتصالات وسوء إدارتها للمنظومة وكمان البنية التحتية ما تتحسبش، يبقى السؤال الطبيعي هنا فين الجهاز القومي؟ هل الجهاز القومي فعلا بيتابع الشركات وخاصة المصرية للاتصالات، ولا اللي بيحصل ده تقصير وغياب رقابة؟ بنسمع ردود رسمية شكلية بس مش بنشوف خطوات واضحة على الأرض. ليه مفيش محاسبة؟ ليه مفيش تدخل سريع؟ ده جهاز رقابي مش صفحة فيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامل يا صديقي واهلا بك في فيديو جديد. في الفيديو اللي فات كشفنا اكبر فضيحة في تاريخ الانترنت في مصر، والنهارده لازم نسأل السؤال اللي بيشغل دماغ ملايين: هو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فعلا منظم للشركات ولا سايب الاحتكار يكبر؟ هل فعلا دوره حماية المستخدم ولا اللي بيحصل حوالينا بيقول حاجة تانية خالص؟ وكمان هنسأل السؤال الأهم: هل من الممكن يكون في انترنت غير محدود في مصر في وقت قريب ولا لا؟ وهل اللي احنا بنعمله هيكون له تأثير ولا زي اي حملة فاتت هتنام بعد فترة؟ وازاي تم منع شركة كبيرة جدا زي ستارلينك من دخول سوق الاتصالات في مصر، واللي كانت ممكن تقلب السوق حرفيا لو دخلت؟ وازاي عندنا مناطق الخدمه فيها VIP ومناطق الخدمه فيها بتعاني من سنين، ومناطق ثالثه اصلا ما فيهاش خطوط ارضي؟ كل دي اسئله مهمه هنجاوب عليها في فيديو النهارده باذن الله. قبل ما ابدا الفيديو لازم اكلمك عن جزء شايفه اهم جزء في الفيديو. انا بقالي فتره كبيره جدا بدور على حد من غزه يكون محل ثقه واقدر اساعده وانا مطمن، لان بصراحه ناس كتير جدا بيكون مش معروف وضعها، وكنت خايف اساعد حد يكون مش صادق او نصاب، ودول منتشرين جدا اليومين دول، لحد ما ربنا كرمني بالشخص ده، واللي سمعته منه والله قطع لي قلبي حرفيا. هسيب لكم سكرينات من المحادثه. الراجل ده ابوه مريض، امه عندها سرطان، اخوه رجله مبتوره، والبيت كله اتقصف بالكامل، وعايشين في خيمه زي اغلبيه اهل غزه، مفيش حاجه جديده، وبقالهم ايام بيعيشوا على ميه وملح بس عشان جسمهم ما يفقدش الصوديوم. اغلبيه اهل غزه مش عايشين غير كده اصلا يا صديقي. بدي اورجيكم الترند في غزه يا امه المليار، يا امه المسلمين. ميه وملح عشان نصبر حالنا من الجوا. ميه ملح، طبعا الملح اذا لقيته. احنا الرمل هذا بناكله في الشاكل، في الشاكل عنا بدنا طحين، بدنا طحين في الشاكل. حرام عليكم ارحموا، في الشاكل عنا الرمل بناكله بدل الخبز. اخواننا هذا حالنا في غزه، بتجيب الملح وبتجيب الميه وبتحط على الميه شويه ملح، لانه مع قله الاكل في غزه ممكن تعفن عندك المعده، فعشان هيك لازم تشرب ميه وملح، وهذا الموجود في غزه، رغم حتى انه الملح غالي، ولكن الى الله المشتكى. وبتقول بسم الله الرحمن الرحيم، تشرب بسم الله. انا فتحت معاه فيديو كول وشفت بعيني وحسيت اني لازم اتكلم عنه، لان دي بقت مسؤوليه عليا خلاص. انا هسيب لكم تحت في وصف الفيديو كله طرق التواصل معاه، ولو حابب تتاكد يا صديقي وتشوف فلوسك رايحه فين، هو مستعد يبعت لك اي دليل، صور، فيديوهات، او حتى يفتح معاك فيديو كول زي ما عمل معايا. ساعده باي حاجه تقدر عليها، حتى لو بكلمه او دعوه. يمكن مساعدتك دي تكون سبب في ان طفله تاكل او ام ترتاح او وجع يقل. مش عارف تبعت اي فلوس، على الاقل ما تبخلش عليهم بالدعاء. الكلام اللي انا بقوله ده حرفيا ممكن يعمل لي مشاكل في القناه، بس انا مش فارق معايا، المهم الرساله دي توصل. فبالله عليك لو تقدر تساعد باي حاجه ساعد. مش عارف تساعد، عرف اي حد من اهلك او صحابك يمكن يساعد. المهم ما توقفش الرساله دي عندك، لان ده اقل واجب تقدر تقدمه. اللي هيسمع الفيديو ده مش هيكون اقل من 20,000 شخص ان شاء الله، فلو كل واحد اتبرع حتى ب 100 جنيه والله هتفرق. يعني 100 جنيه فعلا مش هتعمل اي حاجه في ظل الظروف الصعبه والاسعار النار اللي هناك، بس حتى لو 10,000 او 20,000 واحد كل واحد اتبرع ب 100 جنيه، لا هتعمل فرق فعلا. خلونا بقى ندخل في التفاصيل، وباذن الله هقول لك معلومات هتكون اول مره تعرفها كالعاده. يعني نبدا اولا بالجهاز القومي. المفروض ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دوره واضح وصريح في القانون، ضمان حقوق المستخدمين وضمان وجود منافسه عادله وكمان مراقبه جوده الخدمه. لكن اللي بيحصل على ارض الواقع بيفتح الباب لتساؤلات كتير جدا. لما ملايين المستخدمين بيشتكوا من سوء الخدمه، ولما الاسعار تعلى بدون تحسن فعلي، ولما السرعات ما بتوصلش كامله، ولما اغلبيه الشعب يكون بيشتكي من نظام الباقات الغير عادل، ولما شركات الاتصالات كلها بتأجر من شركة واحدة بس وهي المصرية للاتصالات. وازاي بعد الفضائح اللي كشفناها الحلقة اللي فاتت عن المصرية للاتصالات وسوء إدارتها للمنظومة والبنية التحتية ازاي ما تتحسبش، يبقى السؤال الطبيعي هنا فين الجهاز القومي؟ هل الجهاز القومي فعلا بيتابع الشركات وخاصة المصرية للاتصالات، ولا اللي بيحصل ده تقصير وغياب رقابة؟ بنسمع ردود رسمية شكلية بس مش بنشوف خطوات واضحة على الأرض. تقارير الجودة بتنزل كل 3 شهور، طب حلو، بس ايه الخطوات اللي بتاخدها بعدها؟ ليه مفيش محاسبة؟ ليه مفيش تدخل سريع؟ ده جهاز رقابي مش صفحة فيسبوك. من زمان جدا المصرية
اتصالات هي الشركه الوحيده اللي عندها البنيه التحتيه للانترنت الارضي، يعني اي شركه تانية فودافون، اورنج، اتصالات لازم تأجر منها، واتكلمنا في ده كتير قبل كده وهنتكلم عنه تاني وتالت ورابع لانه ما ينفعش يتسكت عليه، لانه ده من اهم اسباب اللي احنا فيه دلوقتي. اللي بتعمله مصادر الاتصالات اسمه احتكار، واللي المفروض الجهاز القومي يكون ضده تماما مش معاه، بس فعليا بيحصل غير كده يا صديقي. لما فودافون حبت تنزل اسعار شويه الجهاز القومي فرض عليهم غرامه، وفي الاخر بيسمي ده ضمان للمنافسه العادله. طيب تمام، بس ليه تيجي على المستخدم؟ ليه تيجي على المواطن؟ الاحتكار ده بيخنق السوق حرفيا وبيمنع اي شركه منها تطور الخدمه بجد او حتى تقدم اسعار منافسه. احنا في 2025 ولسه بنشتغل بنفس النظام اللي اتعمل من 15 سنه. طيب فين خطه التطوير؟ ليه ما فيش شركه تانية تدخل تنافس وي بشكل مستقل؟ حرفيا يا صديقي اللي عندنا ده مش باقات انترنت، اللي عندنا ده كفايه عليك كده تفتح فيديو بجوده كويسه شويه هوب تلاقي الباقه خلصت. حضرتك بتدفع على سرعه 30 ميجا اللي مش بتوصل كامله اصلا، الباقه تقعد كام يوم وتخلص والسرعه تنزل بعدها ل 265 كيلو. بس فعليا يا صديقي هو بنزل لك السرعه كده مش عشان البنيه التحتيه ضعيفه، لا، عشان تجدد تاني وتالت كمان. انا معاك انه في دول بتطبق سياسه الاستخدام العادل، بس مش بالشكل ده، مش بالشكل اللي انت مطبقه. الدول بيكون عندها باقات انترنت غير محدوده، بعد حد معين من الاستهلاك تيرا مثلا بينزل لك السرعه، بس بينزلها سرعه قبل الاستخدام مش سرعه ميته. اللي احنا فيه ده يا صديقي اسمه استنزاف الفلوس الشعب مش خدمه. المستخدم بيدفع فلوس مش قليله وبياخد سرعه مش مستقره، وبمجرد ما الاستخدام يزيد شويه يلاقي الانترنت تبقى شبه ميت. ومع غياب الرقابه والمحاسبه الشركات مش فارق معاها، جهاز المفروض انه ينظم السوق لكنه سايب الاحتكار يتمدد. ولما تلاقي المواطن بيشتكي من السنين ومفيش ردود فعل حقيقيه، ولما تشوف انه الانترنت من اغلى الاسعار في العالم واسوأ خدمه، يبقى لازم نسال فين الشفافيه؟ فين الرقابه؟ فين حقوق المستخدم؟ تاني نقطة بقى هتكلم فيها، واللي المفروض انه الجهاز القومي هو المسؤول عن ده برضه. في دولة المفروض انها بتقدم خدمة واحدة لكل المواطنين، المفروض يكون في عدالة في تقديم الانترنت، بس الواقع بيقول غير كده. مناطق معينة، الكومباوندات، الاحياء الراقية، التجمع، الشيخ زايد، الساحل الشمالي، الانترنت هناك شغال زي الفل، مستقر، مفيش شكاوى كتير، السرعة كويسة جدا وبتوصل كاملة. لكن في مناطق تانية السرعة مش بتوصل كاملة وخدمة الانترنت زبالة. يعني زي ما تيجي تقول لحد كده مش هوصل لك ميه نظيفه لانك ساكن في حي شعبي، وده حسينا بيه بعد الحريق. احنا فعليا ما كناش عايشين، السرعات عندنا كانت ميته، لقينا السرعات هوب ضربت ل 500 ميجا وجيجا كمان، وحرفيا الشعب كان محبوس في سجن اسمه محدودية النت وطلع منه. طيب السؤال هنا، هل الانترنت بقى بيشتغل على حسب عنوانك؟ هل جودة خدمة أساسية زي الانترنت بتتحدد على حسب دخلك؟ مش من حقك كمواطن تدفع نفس الفلوس وتاخد نفس الخدمة؟ ولا لازم تكون ساكن في حي راقي عشان تاخد نت محترم؟ وده كمان دور الجهاز القومي انه يراقب ويوفر العدالة بين المشتركين. هيجي شخص عامل نفسه ذكي ويسألني سؤال ويقول لي المناطق الراقية بتدفع أكتر فطبيعي ياخدوا انترنت أفضل. اللي بيقول كده بينسى أو بيتناسى إن الانترنت مش رفاهية، دي خدمة أساسية زي الكهرباء والمية، ومش من حق اي جهه تفرق بين مواطن ومواطن على اساس عنوانه او الدخل بتاعه. احنا مش ضد اللي يدفع اكتر ياخد سرعه اعلى او باقه اكبر، طبيعي لو بتدفع 2000 جنيه تاخد سرعه اعلى، لكن الاساس نفسه لازم يكون عادل. احنا بنتكلم عن العداله في وجود الخدمه مش المميزات الاضافيه. اللي بيدفع 500 جنيه من حقه سرعه ممتازه، لانه لو هنتكلم عن 500 جنيه بالنسبه لدخل المواطن المصري المفروض تديله بال 500 جنيه على الاقل، على الاقل خالص باقه 200 ميجا مفتوحه، وده لو هنقارن بالاسعار العالميه او باسعار دول اقل منك حتى. مش عايز ادخل في مقارنات مع دول تانية واثبت لك كلامي، بس عموما لو عايز تتاكد من كلامي اسمع الفيديوهات اللي قبل كده. مش منطقي ان المستخدم يدفع 500 جنيه وما ياخدش سرعته كامله كمان، بينما التاني بياخد سرعات خرافيه لانه ساكن في كومباوند. الخدمة دي يا صديقي مش ملك شخصي ولا رفاهية، دي بنية تحتية ممولة من الشعب. الدولة هي اللي انفقت مليارات على البنية التحتية، يبقى منين نعمل بنية تحتية وطنية وبعدين نسلمها لشركة واحدة تحتكرها وتوزعها حسب الجيب والعنوان؟ احنا مش بنتهم حد بعينه ولا بنحرض ضد اي جهة، لكن اللي بيحصل فينا واللي بيحصل على ارض الواقع بيفتح الباب لتساؤلات كبيرة جدا. هل في نية لاصلاح الوضع ولا الموضوع ماشي بمنطق خليها تعدي ما دام شغالة ما تلعبش فيها؟ لو فعلا شايف ان ده ظلم وان الانترنت مش رفاهية شارك الفيديو ده في كل مكان وساعدنا نوصل صوتنا لكل المصريين، لأن السكوت معناه ضعف وهوان، والشعب المصري عمره ما كان ضعيف. نيجي بقى يا صديقي نتكلم عن ستارلينك وليه تم منعها من دخول السوق المصري، ويعني ايه اصلا ستارلينك وتبع مين اصلا. ناس كتير بتسأل ليه شركة زي ستارلينك فاتحة في بلاد في افريقيا واوروبا واسيا وحتى بلاد فيها حروب زي سوريا بس مش فاتحة في مصر. الجواب الرسمي اللي طالع عشان الامن القومي، لكن الجواب الحقيقي عشان ما فيش حد يكسر احتكار المصري للاتصالات. تعالوا نفهم الموضوع من البدايه. ايه هي ستارلينك اصلا؟ ستارلينك شركه تابعه لسبيس اكس بتاعت ايلون ماسك، بتقدم خدمه انترنت عن طريق الاقمار الصناعيه من غير ما تحتاج سنترالات ولا كابلات ولا بنيه تحتيه ارضيه. يعني تقدر تجيب طبق زي طبق الدش كده وتشغله في اي حته ويجيب لك نت سريع جدا ومفتوح. طب والسعر يا حوده؟ السعر بين 30 ل 90 دولار يا صديقي. هو غالي مش رخيص بالنسبه لدخل المواطن المصري، بس ممكن انت وجيرانك تشتركوا في باقه واحده وفي الاخر كل واحد مش هيدفع رقم كبير يعني بالنسبه للسرعه والجوده
اللي هياخدها. طيب ده حلو، ليه بقى مصر رافضه تدخل ستارلينك؟ قالوا ان وجود الانترنت من غير رقابه ممكن يستخدمه الارهابيين او المجرمين، وده تخوف من الدوله ممكن يكون ليه منطق في بعض الحالات. لكن خليني اقول لك حاجه، الصين الدوله رقم 1 في الرقابه الرقميه، سمحت لستارلينك وشركات تانية كتير جدا تدخل عندها، بس بشرط ان الداتا تعدي على السيرفرات بتاعتهم الاول. ألمانيا وفرنسا سمحوا للخدمة بس بشروط أمنية وتنظيمية. أوكرانيا في عز الحرب استخدمت ستارلينك لتأمين الإنترنت للشعب وكمان للجيش. يعني في حلول وفي ضوابط وفي قوانين ممكن تتطبق، بس للأسف في مصر الإنترنت الأرضي مسيطر عليه من شركة واحدة، المصرية للاتصالات، اللي هي نفسها مشغل أصلا وفي نفس الوقت هي الحكم اللي كل الشركات التانية بتمشي من خلاله. ستارلينك لو دخلت مصر هتضر المصرية للاتصالات في كذا حاجة، منها إنها توفر إنترنت في القرى والمناطق البعيدة اللي هي مش واصلها كابلات أصلا، وكمان هتكسر سيطرة المصرية للاتصالات وهتخلي المواطن المصري يختار لأول مرة بجد، وده بالنسبة للاحتكار تهديد وجودي. وكمان حاجة حابب أضيفها بمنتهى البساطة، اللي ناوي على شر هيستخدم أي طريقة تانية، يعني لو استخدم ستارلينك في مصر مش هيخاف لأنه كده كده رايح في داهية. لكن فعليا يا صديقي المواطن العادي هو اللي بيتظلم. الخلاصة بقى يا صديقي، بدل ما نطور البنية التحتية أو نسمح بشركات أجنبية تستثمر أو نوصل الإنترنت للمناطق النائية بأقمار صناعية، إحنا بنقفل الباب كله عشان نحافظ على شركة واحدة بس محتكرة السوق. ستارلينك لو دخلت يا صديقي هيكون في منافسة، ولو بقى في منافسة هيبقى في خدمات أفضل وأحسن للمواطن، ولو بقى في خدمة أفضل وسرعات أفضل اقتصادك هيتطور بشكل كبير جدا، وهتلاقي الشباب كلها بدأت تطور من نفسها، سواء بقى اللي هيتعلم كورسات من غير ما يخاف على الباقة أو اللي بيتعلم برمجة هيتعلم بدون ما يخاف على الباقة، وكمان أغلبية الطلاب هيذاكروا بدون ما يخافوا على إن الباقة تخلص. والدولة كمان هتكسب، يعني ممكن تشترط مرور الداتا من خلال بوابات وطنية، ممكن تاخد ضرائب على كل طبق أو اشتراك، وممكن تخلق آلاف الوظائف في الدعم الفني والصيانة والمبيعات. يعني مش بس المواطن يستفيد، ده الدولة نفسها تكسب، وهتحل مشكلة كبيرة هي مشكلة البطالة، لأنك هتخلق آلاف الوظائف في الدعم الفني والصيانة والمبيعات زي ما قلت لك. من الآخر يا صديقي، الخوف من التكنولوجيا مش حل، لو عايزين فعلا نحافظ على أمننا القومي لازم نستخدم التكنولوجيا ونوجهها مش نمنعها. بس تعالوا نفكر بهدوء كده، هو ايه اللي هيحصل لو النت بقى غير محدود فعلا؟ ببساطة الحياة كلها هتتغير. اللي لسه متخرج ومش لاقي شغل يقدر يفتح قناة يوتيوب يعلم الناس حاجة هو شاطر فيها ويكسب منها كمان. واحد تاني ممكن يتعلم تصميم أو برمجة من كورسات أونلاين ببلاش ويشتغل فريلانس من البيت من غير ما يستنى شركة تشغله. اللي عنده موهبة في الجرافيك، الصوت، الكتابة، أي مهارة يقدر يشتغل ويكسب وهو في أوضة نومه. يعني باختصار النت مش رفاهية، ده شريان حياة حقيقي. ناس كتير جدا شغلها الأساسي على الإنترنت، يعني لو الإنترنت بقى غير محدود حياتها كلها تتغير حرفيا. النت بيحل مشكلة البطالة، ممكن الشركة تخسر شوية من أرباحها المهولة، بس اللي هيكسب أكتر هو البلد. دول كتير في العالم اتطورت لما بدأت تشوفوا إن الإنترنت حق مش رفاهية. يعني إزاي حضرتك بتشجع الشباب يتعلم برمجة ويتعلم مهارات رقمية وفي نفس الوقت النت محدود وغالي بالشكل ده؟ نيجي بقى يا صديقي لآخر نقطة في الفيديو، السؤال اللي بيشغل دماغنا كلنا، هو اللي إحنا بنعمله ده فعلا ليه تأثير ولا مجرد دوشة على الفاضي؟ خليني أقول لك بكل وضوح، أيوة يا صديقي، اللي بنعمله ليه تأثير وتأثير قوي كمان. القرار الأخير بتاع الجهاز القومي اللي بيقول فيه إنه هيدي 50% سعة إضافية وخصم 30% على الفواتير، ما جاش من فراغ القرار ده. القرار جه بعد ما طلعنا ترند واتكلمنا بصوت عالي والناس بدأت تفهم وتتحرك، وده أكبر دليل إن صوتك بيوصل وإن الحملة فعلا بدأت تزعجهم. وكمان يا صديقي صوتك واصل وواصل بقوة كمان، مشاهير كتير جدا بدأت تتكلم. طيب بقى نيجي للسؤال الأهم، هل من الممكن يكون في إنترنت غير محدود في مصر؟ أيوة ممكن جدا يا صديقي، وعندنا الإمكانيات اللي تساعدنا على ده، بس محتاجين إرادة قوية للتغيير والرؤية فيها مصلحة المواطن قبل أي أرباح. إحنا مش أول دولة تواجه المشكلة دي، وفي دول كانت أسوأ مننا بكتير وقدرت تطبق الإنترنت الغير محدود بأسعار مناسبة وجودة محترمة. الحل الحقيقي يا صديقي مش في 70 جيجا زيادة أو خصم على باقة، الحل الحقيقي في إنترنت غير محدود زي كل دول العالم اللي بتحترم شعوبها. إحنا مش عايزين باقات بتخلص بعد كام يوم ولا سرعات تنزل ل 265 كيلو كأننا في 2005. إحنا عايزين إنترنت حقيقي، سرعة بتدفع عليه وتتفتح لك 24 ساعة بدون حدود زي الكهرباء زي المية، خدمة أساسية مش رفاهية، وده مش مستحيل، وده اللي لازم نطالب بيه، وده اللي لازم نوصل بيه صوتنا. احنا المطالب بتاعتنا واضحة يعني ومش مستحيلة، إلغاء نظام الباقات وتحويل الاشتراك الشهري إلى باقات مفتوحة حسب السرعة مش حسب الجيجا، فتح سوق الإنترنت أمام شركات تانية سواء محلية أو عالمية عشان نكسر الاحتكار ونرجع المنافسة. وفي الآخر يا صديقي الكلام اللي قلته في الفيديو ده مش تحريض ومش ضد جهة معينة، احنا بننقل معاناة ملايين المصريين وبنسأل أسئلة مشروعة، والأسئلة بتاعتنا دي من حقنا كمواطنين بندفع فلوس كل شهر. وعلشان كده يا صديقي لو شايف ان اللي بيتقال في الفيديو ده بيعبر عنك، شاركه مع اصحابك وانشره على كل منصه تقدر عليها، اكتب تعليق، شارك برايك وادعم الحمله لان صوتك مهم. واللي بيقول مفيش فايده احب اقول له البيان الاخير من الجهاز القومي كان نتيجه صوتك مش صدفه. كل خطوه بنعملها سوا بتقربنا من هدفنا. ما تسكتش، ما تتراجعش، ما تكسلش، وافتكر دايما ان السكوت ضعف والشعب المصري عمره ما كان ضعيف. وفي النهايه صوتنا عالي ومش هننام وحقنا في النت مش اوهام. وبس كده صديقي، والسلام.